عمرك حسيت إنك عايش جوه لعبة بقوانين محدش شرحها لك؟ قوانين مش مكتوبة بس بتتحكم في كل خطوة في حياتك، من لبسك لطريقة كلامك لعلاقاتك. الغريب إنك عمرك ما وقفت تسأل مين كتب القوانين دي وليه أنا ملتزم بيها من غير ما أفكر. النهاردة هنكشف الخيوط اللي بتمسك حياتنا، الخيوط اللي مش بنشوفها لكنها بتتحكم فينا أكتر من أي قانون رسمي. انت النهاردة صحيت، لبست لبس مناسب، قلت صباح الخير للناس واحترمت دورك في الطابور. مين قالك تعمل كده؟ محدش كتبلك قانون بيقولك لازم تبتسم لجارك او ما تزقش اللي قدامك، ومع كده احنا كلنا ملتزمين. احنا متربيين على فكرة اننا احرار، كل واحد بيختار طريقه. بس لو بصينا بعمق شوية هنلاقي اننا ماشيين جوه نسيج محبوك من عادات وقيم وتقاليد هي اللي بتتحكم فينا. الفيلسوف جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي قال إن الإنسان بيتولد حر، ومع ذلك في كل مكان مكبل بالأغلال. والأغلال هنا ما يقصدش بيها سلاسل حديد، لكن قوانين مش مكتوبة. مثلا في بعض الثقافات إنك تبص في عين الكبير قلة أدب، وفي ثقافات تانية احترام وثقة. نفس التصرف لكن خط المجتمع وحكمه مختلف. ميشيل فوكو في كتابه المراقبة والمعاقبة شرح ده بفكرة تصميم سجن دائري يخلي السجين يحس انه مرصود حتى لو مفيش حد بيراقبه. هنا يبان كلام فوكو عن المراقبة الذاتية، مش لازم يبقى في حد بيراقبك، المجتمع نفسه جوه دماغك بيخليك تراقب نفسك. وده يورينا ان الحرية المطلقة مجرد سراب، وان احنا دايما محكومين بخيوط رفيعة مش باينة بس قوية زي خيوط العنكبوت. النهاردة هنفك الخيوط دي ونفهم يا ترى الحرية فعلا ممكنة ولا مجرد وهم، وإيه الأحسن نتعايش مع الخيوط والقيود دي ولا نحاول نكسرها. من أول يوم في حياتنا القواعد بتدخل جوانا، الأم تقولك قول شكرا، والأب يقولك سلم على الضيوف، والمدرسة تقولك أقف لما المدرس يدخل. إحنا بنكرر كل حاجة اتقالت لنا وتربينا عليها من غير ما نفكر. إحنا بنفتكر إننا بنبني المجتمع، لكن في الحقيقة هو اللي بيبني شخصياتنا. وسقراط قال زمان اعرف نفسك، بس السؤال هل فعلا نقدر نعرف نفسنا بعيد عن المجتمع واللي غرسوا فينا، ولا اللي إحنا بنسميه نفسنا هو مجرد انعكاس للخيوط دي؟ كل عادة حوالينا ليها جذور. كارل ماركس كتب تقاليد جميع الأجيال الميتة تثقل كالكابوس على أدمغة الأحياء. كل عادة حوالينا ليها جذور. القبائل زمان قسمت الأدوار عشان البقاء، مين يحارب ومين يحكم ومين يخدم. ومع الوقت الموضوع كبر وتحول لمجتمعات وطبقات وعادات وتقاليد. حد سأل نفسه ليه لحد النهاردة لابس بدلة في الشغل؟ مع إن البدلة كانت زمان رمز لطبقة معينة بس النهاردة لسه مكملة. ليه العريس بيقدم شبكة؟ عادة فرعونية للتعبير عن قدرة العريس على الإنفاق، لكن لسه عايشة معانا برضو لحد النهاردة. عادة السلام بالإيد بدأت كتقليد عسكري قديم علشان الشخص يثبت للي قدامه إنه مش شايل سلاح. حتى الأعياد اللي لسه بنحتفل بمعظمها لحد النهاردة أصلها طقوس زراعية أو دينية قديمة ولسه متغلغلة في حياتنا. الماضي مش بيموت، هو بيكمل، بيتحكم في حاضرنا حتى لو إحنا مش واخدين بالنا. في الماضي العادات والتقاليد هي اللي شكلتنا. النهاردة التكنولوجيا نسجت خيوط جديدة حوالينا. الخوارزميات هي اللي بقت تقرر تشوف ايه وتصدق ايه، بتقرر اعلانات ايه اللي توصلك وبتأثر على قراراتك. بقى في قوانين جديدة لللايك والشير اللي فجأة لقينا نفسنا ماشيين وراه. شوشانا زوبوف في كتابه عصر الرأسمالية المراقبة قال إن التكنولوجيا بقت تسحب حرية الاختيار مننا من غير ما ناخد بالنا. وده يرجعنا لكلام فوكو عن السلطة، إن السلطة مش محتاجة شرطي، الناس بتراقب نفسها بنفسها. الخيوط دي دلوقتي اتنقلت من الشارع الحقيقي للشاشة الصغيرة اللي في جيبك. طب يا ترى إيه اللي هيحصل لو حاولنا نكسر الخيوط دي؟ الحقيقة إن التاريخ مليان أمثلة الناس اتحدت النظام، دفعوا الثمن لكن غيروا العالم.
زي مارتن لوثر كينج، غاندي، حتى فنانين ومفكرين كانوا منبوذين في عصرهم وبعدين بقوا أيقونات. لكن التمرد دايما ليه تمن. اللي يخرج عن الخطوط ممكن يواجه رفض أو عزلة أو حتى اضطهاد. مثال بسيط، لو فنان بيقدم فكرة غريبة عن تقاليد مجتمعه بيتقال عليه مجنون، بس ممكن بعد سنين نفس الفكرة دي تبقى تحفة فنية. نيتشه قال جملة بديعة: أولئك الذين يرقصون وصفوا بأنهم مجانين من الذين لم يسمعوا الموسيقى. يعني اللي ما بيسمعوش المزيكا قالوا عن اللي بيرقصوا مجانين. يعني اللي بيكسر القواعد ساعات يبان مجنون النهاردة، لكنه ممكن يكون هو اللي بيرسم مستقبل بكرة. والسؤال هنا، هل فعلا الحرية إنك تكسر كل الخيوط دي، ولا إنك تبقى واعي بيها وتعرف إمتى تمشي معاها وإمتى تتمرد عليها؟ خلينا نكون منصفين، مش كل الخيوط قيود. أرسطو قال الإنسان حيوان اجتماعي، يعني لو مفيش خيوط بتجمعنا حياتنا هتبقى فوضى. تخيل لو كل واحد بيتكلم لغة خاصة بيه. القواعد الخفية دي ساعات بتكون شبكة أمان بتخلينا نثق في بعضنا وبنتعامل كجماعة. يعني الخيط اللي بيربطك بجارك وبزميلك وبالمجتمع كله، والعادات اللي بتجمع العيلة على سفرة رمضان، أو المجاملات اللي بتخلي الجيران يقفوا جنب بعض، والقوانين العرفية في القبائل اللي بتحل النزاعات ما بينهم من غير محاكم. هو ده اللي بيخلي الحياة مش مجرد فوضى. اللي لازم نفهمه إن في خيوط بتخنقنا وفي خيوط بتربطنا، والوعي هو اللي يخلينا نفرق بينهم. الخيوط الخفية موجودة في كل حتة، بعضها بيسيطر علينا وبعضها بيحمينا. الحرية مش إننا نقطع كل الخيوط لأننا من غيرها هنضيع. الحرية الحقيقية إننا نفتح عينينا، نعرف مين اللي بيرسم الخيوط، ونقرر إحنا عايزين ننسج إيه لمستقبلنا. الحقيقة إحنا ما بنتولدش مكتملين، المجتمع بيعيد تشكيلنا، لكن في الآخر إحنا اللي نقدر نعيد رسم الخطوط. والسؤال اللي بسيبهولك، لو عندك فرصة ترسم الخيوط دي من جديد هتبدأ منين؟ شاركنا رأيك واعمل لايك وسبسكرايب، عشان لسه في خيوط كتير محتاجين نفكها سوا. كان معاكم حدوتة.